مساء المحبة والخير على كل مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سهرايا. ضيفي وضيفكم اليوم فنان مميز ذو لون خاص وإحساس كبير. رحبوا معي بأخي وصديقي الفنان الكبير علي محمود العيساوي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك حبيبي. مشتاق لك هواي والله. فدوى لعيونك. صار قد ما شايفك يعني، وعيوني كلها وقلبي كله اشتياق لك. فدوى لعيونك حاتم. جمهورك مشتاق لك وسوالفك الحلوة ان شاء الله يا رب. اليوم مشتاقين لضحكتك كثير. دخيل عيونك. طبعا شكر الى كل الحاضرين والى حضرتك والى كادر البرنامج والمبدعين الاساتذة الفنانين الفرقة الموسيقية ولا كل الحضور. حياكم الله. شرف. المايسترو هيثم سعدون. هيثم دخيل عيونك، الصديق والأخ والفنان الحقيقة هيثم. اليوم احنا منتظرين منك وجمهورك منتظر منك سهرة مختلفة وغير شكل. طالما أنت أنا أردت أغني لك، بدي أقول لك بعد عيوني يا علي. دخيل روحك حتوم حاتم. حاتم 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 حبيب قلبك الغالي. بعد عيوني يا علي أنا لك وأنت إلي، ما حد يبعدني عنك لا عمام ولا بعد عيوني يا علي أنا لك وانت وما حد يبعدني عنك لا عمامي ولا هلي. الله 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 يا حاتم حبك بالروح انت تمر وطيعة. يا علي حبك بالروح انت تمر وانا طيعة. ولو ينطوني كنوز الكون اديك والله ما بيعة. بعد عيوني يا علي انا لك وانت يا لولي عم وخالي باب الغربة ما نريده، وقلت لهم اخذ قلبي ولا ضل عمري وحيده. وبعد عيوني يا علي انا لك وانت إلي، ما حد يبعدني عنك لا عمام ولا هالي. شكرا حبيبي. اليوم قلت لكم الليلة راح تكون مميزة وخاصة، لأن الفنان علي عنده موسوعة كبيرة من الأغاني. أخوك علي حبيبي. وليس أخوي الفنان أنت علي حبيبي. علي، بس الناس تريد تعرف علي وين بداياته. طبعا هو حتى هذا السؤال انساق في عدة مواضيع مثل ما يقال في عدة لقاءات. أنا بداياتي كانت أعوذ بالله من كلمة أنا في تعرف يعني بداياتنا إحنا يعني إحنا أولاد حارات شعبية. صحيح. أماكن بديت من بغداد الحلوة.
دخيلة بيها الطيبة وبيها الحنية. هي مو بس بغداد، العراق كله، إيه العراق طبعاً، كله طبعاً، طيبة. إيه. أنا من طفولتي أغني حاجة. ايش قد كان عمرك علاء حبيبي؟ تسمح لي اقول لك علاء؟ يعني أتذكر، لان انا احبك. راح أقول لك حتوم يعني. أنا هم أحبك. الله يحفظك يا رب. كنت توعى على غناي وأنا عمري 6 سنين، يعني حقيقة أتذكر وأنا كنت أغني في ذاك الزمانات. أنا كنت مو بس أغني لأن ما كان شيء اسمع عليه، بس كان عندي موضوع موهبة الغناء، موهبة جدا. أحب الغناء، مم. أحب الغناء، وعندي قابلية حفظ ما زالت لحد الآن بفضل الله. يعني إذا سمعت الأغنية مرة واحدة، إذا كان لحن أو أغنية مرة واحدة، حفظ على طول خلاص. من من عمر هذا اللون اللي عندك لون مميز وخاص، ما حد مغني لا قبلك ولا بعدك راح يغني. انا اقول يعني هذا اللون يعني كلون، يعني حتى الناس بالبدايه اول ما سمعت اغانيك من خلال كان الكاسيت، هاي الخامة اللي الله أوهبني انت إياها. سمعت شيء وطلع عندك هذا الموضوع، ولا هي من ربانيه؟ لا أنا مو أنا قبل ما أصير ويصير عندي أعمال ويصير لي اسم، عندك أعمال. كنت أسمع الأغاني عراقية. يعني أنا كان عمري يمكن 19 سنين أسمع أغاني أجنبية. كنت أسمع فرقة بوني إم، فرقة بي جيز، فرقة آبا، دول الفرق هندي، تركي تسمع؟ هندي، كل شيء أسمع. يعني كان أحد عمامي يقول لي راح أطلع وأرجع. كان عندنا الجرام هذا إيه. اللي الأسطواني، الاسطوانة. يقول لي أروح وأرجع، إذا ما حافظ الوحيد أخلي الأغنية أغنيتين، يعني شبه العقاب. أنا ما كنت أخاف من هذا العقاب لأن عندي قابلية بس ما أحفظ. يعني بعدين فادك هذا الشيء؟ أحفظ، إيه أحفظ. فكانت عندي خامة، نعمة من الله الحمد لله، حسيت فيها موجودة. والطبقة اللي أغني بها أنا بالبداية ما كنت مثقف فنيا بمعنى الكلمة، لأن تعرف أنا لا خريج معهد ولا خريج، يعني على الفطرة. بس بعدين من احتكيت بملحنين، بأساتذة بالموسيقى، بالشعراء، أكيد بلشت أن أسقل الموهبة اللي الله أبعث لي إياها، هذا الصوت لا أكثر ولا أقل. فتعلمت المقامات، تعلمت الغناء، وبقيت محافظ على طبقة الصوت. هي الطبقة الصوتية قد تكون قريبة إلى المستمع. بديت ب 89 أول فنيا يعني؟ بال 88. 88 نعم 88. 89 مو عربيا، 89 أسمع الأغاني مالتي بالسيارات العراقية وأنا قاعد ما حد يصدق أنا المطرب. يعني يعني أصعد بمنشآت. بس أغانيك أخذت الحمد لله، إيه صدى عالي وواسع، الحمد لله. بس بوقت أنا أول 3-4 سنين حتى ما كان تلفزيون، يعني بس بالاستوديوهات. الوالد الله يرحمه فادك بهاي الموضوع. أبويا الله يرحمه، أبويا صاحب علاقات كبيرة مع المبدعين. شاعر أبوك؟ إيه، هو اللي كتب لي دوارة. والله جاي أقول لك عليها، أقول لك غني لي إياها. هو اللي كتب لي بعد ما ربك. دوارة. طبعا اليوم علي راح يغني كل أغانيه اللي سمعتوها بأصوات فنانين آخرين، ويعني سرقوا جهد علي. فإحنا نحاول اليوم ببرنامجنا نخلي هاي الأغاني بصوت علي والصوت الحقيقي اللي هو. بالمناسبة راح يكون لك فضل كبير، وأنت دائما مفضل. لا هو أنت تستاهل، لأن هاي أغانيك وحقك. أنت مفضل دائما. وإحنا مرة نقول اللي سرقوها قد يكون اللي اقتباس، والله ما أعرف شغلهم، بس أنا ما أريد أدمهم حقيقة. إيه، لأن بس اللي ما يعرف تاريخه ما يعرف تاريخ غيره. صحيح. لا أكثر ولا أقل. يعني دوارة، اسمع دوارة لعيونك. بس أنت وياي كمان. وياك أنا، يلا أنا موال صغير هيك علي. هذا من ضمن اللي راحوا وغنوا غير يعني. ايه. علمت الكتابة وكتب خاين، علمت ايه قول. علمت الكتابة وطلع وكتب خاين، علمت الصراحة وطلع كذاب. أنا معلم الوفا شو غدر بيه، حتى بغربة ما دقلي الباب.
والله لا والله أثر عليك الواحد والجاي والله ما ضل دمع بالعين لا والله لا يا زماني يا زماني الله 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 الله. كلك ابداع واحساس تسلم وفن، فن كلك مليان فن. تسلم حاتم نرجع حبيبي. للسيد الوالد الله يرحمه ونحكي عنه، الله لان يخليك. هذا انسان يستاهل واحد يتكلم عنه. حتى ابوي ما كان مو بس والد، كان صديق. انا اتذكره الله يرحمه. من توفى ما بكيت عليه، يعني ما بكيت عليه كونه ابوي، بكيت عليه كونه صديق. الله. اي والله العظيم. فكان دائما وياي يكتب بس يكتب إله. بس من تعرف من اخذت هذا المجال، كتب لي دواره، وكتب لي لا تهيج روح كانت نايمه، الله الله الله. وكتب لي بعد ما ربك انطاك. بعد ما ربك انطاك. بعد ما ربك انطاك، تعرف أغنية. التكليف غنوها اكثر، وحتى الاغاني أغنيتك البقايا. أغنيتك المهم كبيرة. بعدين نطرق فيها. الحان منه؟ الحاني انا. الحانه؟ الحاني انا. إيه. غنوها كثير ونسبوها لهم، يعني حد اخر برامج هاي استاذنوك او احد لا منهم؟ لا لا ولا لا واحد؟ لا لا لا. ليش على حرامات؟ هذا عندك الكنز الكبير وانت مبتعد ومنطي الغير ناس ياخذون مكانك، ياخذون اغانيك. هو مو اخذوا مكاني. يعني بعض الفنانين نسبوها لهم والناس حبتها والناس تشتاق لها، يعني كيف بصوتك هذا صوتك الرائع اي يطلع انا هاي حتى الأغاني. انا مو ذنبي، اتمنى ان الناس تتثقف وتعرف منو صاحب هاي الاغنيه. يعني انا على أي اساس اغني اغنيه لعبد الحليم بصوت حديث وما حد يعرف الاغنيه لعبد الحليم حافظ الله يرحمه، هذا الاستاذ العملاق. احنا بوقتنا، في وقتنا السوشيال ميديا كان قليل، فالناس ما تعرف كل اغانينا. احنا ليش قمنا نجدد الاغاني مالتنا باصواتنا الجديده؟ اوكي. حتى الناس تعرفها. بس انا اتمنى من انا زين اتمنى من علي العيساوي بان هاي اغاني اللي فنانين غنوها تتجدد بصوتك بطريقه جديده. خليني احكي لك، انا عاذر الجمهور، قد يكون بعض الجمهور حديث الولاده هذا، بس العتب على اللي يغني اذا ما ينوه عن هاي الاغنيه. على اساس انا اغني سلمتك بيد الله، ما اقول الكاظم الساهر، واذا هم يعني البارحه طالعين بس انا يعني حاتم هو هذا الموضوع يعني وانت يمكن على ايدك وعلى علمك مثل ما يقولون. يعني انا اذا اريد احاسب من حسين الجسمي الى ايمن الزبيب الى احلام الى ناديه مصطفى الى عاصي، يعني ايمن الزبيب غنى الاغنيه اقدم من عمره الفني. خلنا نتعاتب، انا مغنيها قبل ما يغنيها. علي نسمعها شوي بشرفك، انا الاغنيه احبها. اسمعك اياها هيك شوي، هيك دندنه بدون اي شيء. هيثم شوي بس ونسنا. خلنا نتعاتب كلمة شوق وحنية، خلنا نتعاتب ونرد الماي الجارية، وخلنا نتعاتب كلمة شوق، وخلنا نتعاتب ونرد الماي الجارية. ما تسوى الدنيا ونتخاصم، نحمل لاعات ونتألم. ما تسوى الدنيا ونتخاصم، نحمل لاعات ونتألم. ردوا خلي نزيد الهم والغلطان الله 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 الله. هاي مثلا يعني من يجي ايمن يغنيها هي، واكو اغاني ما يعرف الشاعر ما يعرف الملحن، وانا مغنيها قبل 25 سنه، يجي يغنين كلهن، ومن تجي يعني تتواصل معاه يعني جوابه يعني لك انا لا يبقى شيء بالحياه وليس بالفن حصريا. هو يقول لك اي ما يعني جوابه مو منطقي. فانا بالاونه الاخيره
راح اتخذ مواضيع ثانية في صدى هذا الموضوع. ولا اللي غنى بعد عيوني يا علي، واللي غنى مدلل، واللي غنى عنودي، واللي غنى بعد ما ربك الطاق، واللي غنى علمت الكتابة، واللي غنى مخطوبة، واللي مخطوبة قسموها نصين، نص من عندي ونص من عندك. ها وجمهورنا هسه يعني احنا راح نوضح شيء انا وساد علي الجمهور. احنا صدق مخطوبة يا فلانة، صدق باكر يزفونك الحاتم. علي شنو مالتك اللي أنا غنيت صدق مخطوبة، وغنيت مخطوبة وغصب يا فلان. مخطوبة وغصب يا فلان انجمعا صارن بموال واحد. لا بس أستاذ يعني لو سمحت احنا خلينا نكون واقعيين، حتى لا نجامل بعضنا، لأن إذا جاملنا معاه راح الجمهور يبقى جمهور صاحب رأي. العتب على اللي غناه، واللي غناه ما حتى ما أعرف شلون يفند الموضوع. صحيح. أنا على عتاب مع حسين الجسمي حصريا، وخابرني واتصل بي حسين الجسمي وقام يغني لي بالجوال، يعني لأن عرف أنا زعلان، قام يغني دن دن دن. قلت له لا دندنه ولا دندنه. قلت له هاي ساد علي. اي هو يعني دخل من بهذا الباب، تسأل علي يا اخوي ما علي يا اخوي. قلت له انا ما بزعل عليك كشخص، بس ازعل على اسمك، ازعل على فلان اسمه. عاملني بالاخلاقيات، عاملك اكو اغاني الناس هو اذا اريد نقعد انا مو نقول اللي سلبا، يعني اللي جاوزا عليهم بدون استئذان. يجوز محبة بيك ساد علي، اغانيك حلوة بس تكمل لونك وصل للناس. بس حاتم تكمل المحبة اذا كان اكو استئذان. ايوه يعني انا واذا نذكر الاسم يا ويلي يعني اكو يعني انا اشوف بعض الفنانين لهم واقع بالعالم العربي المصعد، يغني علمت الكتابة وكتب خاين، مثل ماجد المهندس هو يغني وما يذكره، او مثل حسين الجسمي، او ماجد يغني بعد ما ربك الطاق، هو راشد الماجد. نسمعها بعد ما ربك الطاق، نسمعها راح نغنيها انا وياك على المساء واتشرف. انا مغنيها قبل ما يغنون هم. نسمع بعد ما ربك انطاك بصوت فنانها الاصلي علي العيساوي، وصوتي على المسرح بعد الفاصل. حياك حبيبي. يا من تعب يا من شقى، يا من تعب يا من شقى، ويا من على الحاضر لقى بعد ما ربك انطاق علي قمت تتكبر، يا هل جنحانك كسار غير كان تقدر، بالك تهوى وتطير ريش انت بوسط ريح، بالك تهوى وتطير ريش انت بوسط ريح، يضر الناس ينظر، يضر الناس ينظر. وين الصفقة فوق؟ اللي يتكبر على الناس هم دنيا تذله، أصحابه تمله. اللي يتكبر على الناس هم دنيا تذله، يمر وقت العسر بي واصحابه تمله، بالك تهوى وتطير ريش انت بوسط ريح، بالك تهوى وتطير ريش انت بوسط ريح، يضر الناس ينظر، وين الصفقة فوق؟
تكبر على الناس هم دنيا تذله يمر وقت العسر بي واصحابه تمله بشر ما يعلى بالمال باخلاقه يتعلى ولا يتغير الحال ويدوس على خله بالك يهوى بالمال باخلاقه يتعلى ولا يتغير الحال ويدوس على خله بالك تهوى وتطيح ريش انت بوسط ريح بالك ريش انت بوسط ريح اللي يضر الناس ينظر يضر الناس ينظر اللي يضر الناس ينظر اللي يضر الناس ينظر الله 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 جمهورنا وحبايبنا رجعنا لكم بعد الفاصل مع علي محمود العيساوي. حبيبي حتى شنو الفرقه وياك؟ شنو يقول لك واحد انا قرايبك هنا بالفرقه؟ قرايبي ايه رافد قرايبك؟ مين قال يرفع ايده رافد قرايبي يقول لك. شد قال تعال ولا اقوم موقف هنا عمي ما اعرفه والله ابن من قول له قرايب ابن ايمن ماكو واحد من الفرقه قرابي بس كلهم اخواني. الله يحفظك. اي والله العظيم وكلهم اساتذه كلهم وكلهم خير فنانين. حتى فنان. انت ما شاء الله عليك انت قاعد هيثم والله هو اللي يختار هاي الفئه الحلوه من الفنانين. المايسترو أبو مازن هيثم بعد هو. الطيب. علي اشتغلت شيء قبل لا تدخل المجال الفني؟ يعني شغله معينه؟ لا بالدراسه كنت شاطر جدا بس ما توفقت لان بالدراسة. كانت هاي الموهبه بداخلي. بس اشتغلت مع ابوي كان الله يرحمه كان في شركه النفط الوطنيه العراقيه. انا كنت اشتغل معاه عامل يومي، هو يطلع يروح وانا اروح اشتغل اكو كانت مخازن اي بها معدات الآبار مال النفط الوطنية العراقية الآبار. معدات. أنا كنت أنظف بالمخازن. يعطوك اجر ولا إيه، إيش؟ 5 دنانير، ولا 5 تروح ويا والدك يعني؟ طالع شنو في سبي شو لا كل يوم آخذ 5 دنانير عراقي. حلو. إيه جمعت ذيك الفتره؟ حقيقة كنت يعني ال5 والله العظيم أتذكره. دينارين لأبوي هو مو بحاجته ودينارين لأمي ودينار كل يوم أصرف. الله الله إيه. شو هالوفاء. يعني يا التحيه للغالي علي يعني- العيساوي الوفي الكبير. يعني أنا ما قسمت المبلغ كون الحضور ولا كون أستاذ حاتم قاعد، بس هذا كان أجري اليومي. أخذ ال5 هو أخذ ال5 كل يوم. اي دينارين لأمي ودينارين لأبوي الله يرحمه أحلى شي دينارين ودينار لأمي. إلي. أي والله العظيم. بتشد. ومن الدينار أجمع واشتريت أول تيشيرت من فلوسي. وش قد تحس بيها بركه هذا الدينار اللي يبقى لك؟ هو مو بس أحس بالدينار، علمني شلون أقعد الصبح شلون أشتغل شلون. بعدين من هو جا- جزء الوالد ما محتاج انت تشتغل. بس لا بس علمك. علمني مو حاتم. انا قبل الغنى ما كنت اعرف شيء. وبعدين يمكن بعدين من صارت عندي احست عندي موهبه قمت ارجع من الدوام انزل بالاتحاد ال 55. كان اكو اتحاد 55 في فرقه. كنت ارجع تعبان تعلمت الايقاع وكان من ضمن الفنانين موجودين يعني ذاك الزمان صلاح جار الله ما صلاح جار الله تعرفت عليهم علموني شلون اعزف الايقاع علموني شلون اغني. طبعا انا عندي الموهبه بس علموني شلون اغني صح شلون صح. بس بعدين تعبت من الشغل ما اقدر اقعد الصبح. وحسيت عندي صوت قمت اشتغل بالاحياء الشعبيه يوميا مثلا اي حفله بمنطقتنا ارجع بالثنتين بثلاثه. ابويا كان مو ما يرضى بس ما يرضى اتاخر برات البيت خوفا عليك. اي ليش يعني بالثنتين قلت كان بكيف الحفله ساعه بالثنتين تخلص اخليها بالخمسة العصر. صيدليه عندك؟ لا ادري شو وتعزل قلت بالتسعة؟ المهم فبعدين ما قدرت يعني قمت شكو حفلات بالمنطقه لازم اروح اغني بيها وارجع متاخر وما اقدر اقعد الصبح. بطلت من الشغل بعدين شفت يعني شبه يعني ما يعني وانا تعرف كبنيه ما صار رزقك على الفن هسه. اي بالبدايه ما اقدر اشتغل انا حتى ما عندي ذيك صار بعدين جبت المبلغ اكبر. اي اول كاسيت سجلته بالبيت. اول كاسيت موال صدق مخطوبه سجلته بالبيت. جبت عازف اورج وجبت مسجل هذا الرايزنج بالبيت الجوزي. اي شاطر شو شاطر انا بعدني شاطر. يعني انا حاتم بديت معاناتي من
الطفولة مضبوط. والله ظليت أقعد مقابل التسجيلات، أي واحد يدخل يشتري كاسيت ويطلع أقول له شو أخذت يا كاسيت؟ إيه. يقول لي مثلا غير كاسيت، أقول له لا يا عمك واحد اسمه العيسى وروح يشتريه. المهم أروج النفس. هاي حقيقة حتى هاي أروج النفس. هذا النجاح علي. هسه بيوم واحد أغنية يسجلوها يشوفوها 200 مليون. هذا يعني احنا بسرعه اللايك وبسرعه المواضيع. لا حتى احلى شيء بالنجاح، احلى شيء بالنجاح من تتعب فيه وتلاقي تعب. يعني أنا على اي اساس شو يعني هسه غنيت اغنيه هسه مستعد ما اجيب لك 100 مليون، يجوز اجيب لك 1000 بس 1000 متذوقين احسن من 100 مليون ما حد يعرف الذوق. صحيح. كلام جميل، كلام جميل من فنان كبير. علي ايش كسب من الفن وايش خسر؟ كسبت حب جمهور معين متذوق واكبني من بدايتي لحد الآن، وخسرت هو انصدمت ببعض اللي يعتقد أنهم فنانين حقيقيين. الله. هذا اللي خسرته، واللي كنت أعرفهم كثير عندي علاقة بهم، وأكو أساتذة على أساس هم أساتذة ولهم باع بالغناء العربي، أنا كنت أعلمهم شلون يغنون، وأنا ليس لا فقيه فن ولا أستاذ أكاديمي ولا هاي، بس كانوا هيك. بس انصدمت بهم. هذا يعني هو إذا تنصدم يعني خسرت يعني صديق. يعني إذا تخسر صديق بالفن ما لها يا خسارة، شو خسرت؟ خسارة يعني كبيرة. خسارة كبيرة. وبالأخص أنا وأنت قبل شوية طرقت على موضوع بس أنا ما حبيت أتناوله كثير. يعني من صدامي ببعض الناس حبيت أكون بعيد وما أسلط الأضواء عليه حتى لا أوصل يعني ما أريد. أنا ما راح أوصل إلى هم ما وصلوا، وكثير وصلوا وتعرف التحاتم كلش. يعني أكو ناس وصلت ما لها علاقة بالفن، ما لها علاقة بالفن. أنا ما أحب أوصل هيك إلا بالمزاج اللي أنا أريده، ومثل ما قلت بتاريخي أنا. يعني أنا إذا أردت أترك الغناء أكو من يغني لي، ومو بس عراقيين، أكو نجوم عرب غنوا لي وراح يغنوا لي كثير. فالخسارة خسارة صديق، بس ما الفن شريد يعطيك، بالعكس أنت بس احنا محتاجينك كفنان يعني مساند ويانا. يعني أنا مثل 3 4 اللي يغنون الفن الحقيقي، بس احنا نريد لنا يعني أصوات ويانا مساندة. علي العيساوي لازم يبقى. والله من نقول اسمك ماكو واحد اقول اسمك قدامه ما يقول لي الله. الله يخليك. هاي شهادة أنا أحتس فيها. لا أنت فنان، أنت فنان. أنا أول شيء يعني هاي شهادة أحتس بيها مو بس من أنت نوهت، لأن أنت إنسان حقيقي. وأنا أشكر الناس اللي تقدر. بس حتى إحنا الآن إحنا ما صفينا في حلبة فن حقيقية، يعني حلبة عفوا نفاق. علي فكرت تغني باللون الخليجي؟ سبق وأن غنيت أكيد أنت، لأن أنت يعني أنا أعرف عنك كل شيء. أنا أريد الجمهور يعرف. أنا ما غنيت أغنية خليجية، بس غنيت بإبداع شعراء عراقيين كتبوا باللهجة الخليجية من قالوا بلا. حلو. أنت تعرف كل زين شعرائنا يعني ما شاء الله عليهم. نسمح شيء؟ أسمعك شيء. أخذ المايك. الله يذكره بالخير. حبيبي اللي نسان لا 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 موال 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 أريد عروف أريد عروف الأحبة يخوني ليش يكفر بالملح والزاد والماي أريد أعرف الأحبة يخوني ليش يكفر بالملح والزاد والماي أنا جبت للوجود من العدم ليش ينساني اللي بجرد قلم من الثرى لحد الثريا أني وصلته بدي شو يصير هو البريء وأنا صير المتهم
الله يذكره بالخير حبيب اللي نساني من فارقت لي اليوم ولا مرة يجاني الله يذكره بالخير حتى من اللي نساني من فارقت لي اليوم ولا مرة يجاني نساني ونسى عشرتنا الطويلة حتى اخباره توصل لي نالي نساني ونسى عشرتنا الطويلة حتى اخباره توصل لي قليلة هدرني ودرنا يعود انا صابر وتان الله يذكره بالخير حبيب اللي عجايب يا زمان والله عجايب عواذل صاروا ويتشانوا وحبايب عجايب يا زمان وعجايب كانوا حبايب بعد بي من أمي يا قلبي والمن محيط بعد بي من أم الله يا قلبي وين من نحب الداري هالزمن ما عنده صاحب عجايب يا زمن والله اليوم وعدنا جمهورنا بسهرة مميزة وفعلا راح تكون مميزة. هذا كله بجهودك وبجهود الكادر وبجهود المتذوقين الحاضرين والفرقة الأساتذة كلهم. علي، على قبر من تضع وردة من الفنانين الراحلين؟ على كل فنان ضحى من أجل العراق. الله. جمهورك اللي يريد عندك واني ايضا، لان احنا دائما يعني نريد نسمع صوتك. انت للعراق انت تؤمر والجمهور يؤمر. وطيعك. للعراق عادي هيك شيء. والله ما اتحمل، انا كل ما اريد افتح موضوع وياك اريد اخليك تغني. فجوة العيون. اي والله العظيم. مو هينا أعوفك يا وطن روحي مو هينا أعوفك يا وطن يا وطن مو هينا أعوفك يا وطن روحي اللي ببسمتك تداوي جروحي عراق الخير عراق الخير ابد مثل الايام عراق 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 الخير ابد مثل الايام عراق الخير ابد مثل الايام ويبقى كل عراقي يبقى كل عراقي بقلبه مالام نحبك يا وطن يسألون ايش قد احبك يا عراق او يسألون ايش قد احبك يا عراق ايش قد لك بالروح يا حبيبي اشتياق يسألون ايش قد احبك يا عراق ايش قد لك بالروح يا حبيبي اشتياق انت حضني الوالدة الطيبة الحنونة انت ضحكة والدي وضحكة عيونه انت حضن الوالدة الطيبة الحنونة
شكرا حبيبي. فدوى بدعت اليوم. فدوى لعيونك. أوه. أكيد قاعد مقابلي حاتم. فدوى لازم القلب. أبدأ. جمهورك العربي وين تلقاه بأي دولة؟ الجمهور العربي طبعا تعرف أنا مو كل الدول العربية مغني بها أو داخل لها أو رايح لها، بس إذا كان عندي جمهور في أي دولة عربية يمثل كل الدول العربية لأن كلهم عرب يعني بالنسبة لي يعني. كلام جميل. إذا كان جمهورك في دولة ما معناته أنت عربي في كل الدول العربية يعني موجود. الله الله الله. علي حبيبي أنت غنيت مهرجانات كثيرة، وين أهم مهرجان غنيت به وتريد تعيد التجربة؟ أنا بداياتي عربية انطلقت بها من الأردن، يعني بعد بلدي العراق. أول مهرجان بالعراق كان مهرجان دولي تعرف، مهرجان بابل. يعني اللي كنت أغني وأنا مو مصدق أشوف، يعني الأمانة ما أشوف مثلا أتمنى هذا العدد يكون، كانت عدد يعني موسيقيين أي هذا أول مهرجان اللي أضاف لي، اللي خلاني أن أبصم بصمة صح بلدي العراق. بس تعرف ذاك الزمان صعب أن تحتك بالدول العربية، بذاك الزمان تعرف شنو كان وضع العراق. صحيح. سافرت للأردن، أول مهرجان إلي بالأردن وكان مشاركة نجوم عرب. الفحيص عافية عليك. أتذكر. إيه أنا غنيت، يمكن أنت الدورة الثانية هيك حضرتها أنت غنيت. كان بيها بيتش أنت هواي إيه. أتذكرها. إيه هذا الفحيص. احكي لي عن هذا. احكي لك. مضيقات خلق الليالي. اي بالليل فز مرعوب وابكي على حالي. الله عليك. غنيت موال على العراق كان؟ اي لا ذاك غنيته كان بدموع وبكي اي ذاك غنيته مو مهرجان الفحيص، ذاك غنيته بالقصر الثقافي الملكي بالاردن. اي كلمات ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. اي غنيت موال على العراق. اي ما نقدر نتحاور، لازم تغنين. اليوم قلنا لكم سهرة خاصة اليوم، طبعا سهرة جميلة بوجود الأستاذ علي اليوم، تصفيق الأستاذ علي موال جميل. أنا الرايد أعيش أنا الرايد أعيش بوسط بستان، والبستان خيره للملايين، شجراته دفو ضيفا التعبان، والعطشان يروى من الفراتين. العطشان يروى من الفراتين. أخوي الماء رضالي أعيش أنا إنسان على غفلة وطعن ظهري بسكاكين. قالوا بالحصار يجوع الإنسان ويعوف الكرامة وينكر الدين. إذا شعب العراق يعيش تعبان إذا اقروا على الدنيا السلام. يا سلام. هذا كان من ضمن يعني حتى كان أبوي الله يرحمه قاعد فوق وكتب، يعني جبناه شيء يذكر. كتب الموال بس اعطاني الورقة بس بوعت عليها خليتها احفظ غنيتك يعني. البلبل الفتان. اي شوف هاي نعمة من الله الحمد لله. ذكريات حلوة. فدوة قلبك. لحنت علي كثير أغاني إلك؟ اي أنا لحنت هواي. أنا موسيقي بسيط، يمكن أدندن على الأورج شوية أو الأكورديون، لأن من أيام تعزف آلة؟ أعزف أورج شوية أو أكورديون. فمن ضمن الأغاني مثلا اللي أنا ألحن، لأن تعرف حتى أنا ما ألحن على قابلية صوتي، يعني دوارة بعد ما ربك انطاك، خلنا نتعاتب، بعد عيوني يا علي، كل هاي وتقول شوية هيك عنودي. عندي هسه أغنية كلش حلوة بس بعد ما أقدر يعني أسمعك إياها بعدين. إن شاء الله يعني إن شاء الله بالتوفيق. موضوع يعني مشتغله صار لي بسنة اشتغل بهالأغنية، دا أنحت بيها نحت. يا بننتظر النحات
اي والله. علي العيساوي باغنيه جديده. اي وان شاء الله يا رب يعني نشوفها قريبا على التلفاز. ومو مشكله، انا حتى بس انا خاف اذا اغني خاف يشيلون الفكره ذا سمعوا ياخذوها. لا لا مو هسه من غني. يعني انت تعرف يعني. هسه احنا نريد ايقاع يجيب لك اياه قرايبك يقول يقلد. يا عم مو قرايبي والله. عمي جيب لي ايقاع. تعال شوف والله علي. تعال عاد شنو الموضوع؟ لا مو هذا ايقاع. شد ايقاع تريد له الرق. لا عندكم نقاره؟ جوا هنا لك عمي تعال. لا شنو عشان نعزف شوي بشرفك. يلا يلا اقول لك بس انت تغني. تصفيق العلي العيساوي عازف الايقاع. يلا. اشوفك وين يا مهاجر، قل لي بهيبه للصاير، قل لي بهيبه للصاير. اشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عندي ولا هي ازمه وتعدي. تعال وطيب الخاطر، اشوفك وين يا مهاجر، فراقك علة العلة عقل براس ما خلى. فراقك علة العلة عقل براس ما خلى. يوم الهاجرت والله فطر قلبي وصرت شاعر، وانت بهذا ما شاعر. اشوفك وين. الله الله الله. جميل. لا شوف طلعت. انا غير ما حاكي لك كل شيء. سويت بينا اليوم. لا والله. عاجبك الموضوع كله؟ اي والله العظيم. مرتاح؟ جدا الحمد لله. شنو اكثر شيء يبكي علي العيساوي؟ صدقا احيانا من اريد ابكي تكون لحالك؟ يعني هيك اختلق اي شغله، المهم اريد ابكي لان احس اريد ابكي. دموعك تشوفها لحد من تريد تبكي لو انت بينك وبين نفسك تسكر عليك الباب او مثلا يعني لا انا ما بيهمني، المهم ابكي ان شاء الله قدام العالم كله. المهم شو لي علاقه، انا ببكي بينه، المهم ارتاح انا. ارتاح نفسيا لان ما حد راح يبكي بعيوني، راح ابكي بعيوني. الله 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 الله. لا حقيقه وإذا راح تاخذ لا تهيج جروح. كانت نايمه سمعني اياها وجمهورك. احنا ما نقدر اليوم كله، يوم ماكو حوار، اليوم كله غنى. تشلع قلبك هيثم باللحظة حبك 24 ساعة راح أخبط من غرامك
انت خليك بمكاني وقلب الحل اللي يريح بيا صار بيا صوت يهز لدنيا وما قدر باسمك يصيح بيا صار يهز لدنيا وما قدر باسمك يصيح طحت باخذت النصيحة وهي مو كل طيحة طيحة فرق بين الطيح صغرة والجبل كله يطيح انت خليك بمكاني الصار بي يصير بي نص بحر لازم تعبره وتلتفت ما تلقى دي اني هذا الصار بيا بنص بحر تركن نديا وعجرف بس الشمات شلون تردونا نصيب غني بعد غني جوالك مسكر صار يومين كل ما اتصل ما ترد علي انا شردت منك بس لحاجيك ما ردك تجي وتبوس يدي لا تقلي رصيد وشحن خلصان لا تشبب العبهن عليهم مو علي يل تلعب على كل اللي يعرفوك انا العيساوي ما تقدر علي لا تهيجي جروح كانت نايمة ولا تبطري قلوب للحصايمة لا تهيجي جروح كانت نايمة ولا تبطري قلوب للحصايمة صحتينك انت الحبيب وقمر درب المعيدين صحتينك انت الحبيب وقمر درب المعيدين عشرتك عشرة شذر ما
ونستنا والله شكراً ونستنا حتى. والله ونستنا. اوه هاي الاغاني الحلوه. فدوى لعيونك. هسه عندي فقره بالايباد هنا. ايه اشوفك كم صوره وندردش بيهن، يعني كل واحد تنطيني رايك بيه اوكي. او كلمه عنه حلوه. زين حبي نبدي ب أوه. زيارة. صباح زياره. صباح زيارة هو طبعا زيارة. نوجه تحيه للفنان صباح زياره. من تقول يعني ابو احمد، من تقول صديق الفنانين، فعلا هو هذا صديق الفنانين. طبعا اللي اعرفه انا هو رياضي وحارس مرمى، هو ابن منطقتي وابن قطاع يعني. اكيد. وإله فضل ترك على كثير فنانين من ذاك الزمان والزمان الان. الزمان الحالي. ايه. إله فضل عليك بشيء؟ عرفني بوقتها على الناقد الموسيقى عادل هاشم، الاستاذ عادل عادل هاشم. الله يرحمه. الله يرحمه. اي هو عرفنا عليه. الله يرحمه. اي. ابو وسام استاذ كاظم يمكن. نعرفه. ها؟ نعرفه الجمهور يعرفه، بس أي. هذه كلمه من عندك. إله. طبعا تحيه له. تحيه لابو وسام الفنان الكبير. يعني كاظم مو بس الساهر. هيك يعني الله يرحمه صاحب الصوت اللي شمات الفنان قيم الكبير سعد البياتي. المرحوم سعد صاحب الصوت اللي شمات قيمه ما تقدر تقيمه فنيا. طبعا الاساتذه اللي حاضرين كموسيقيين والمستمعين الصح احيانا يعني يخونهم التعبير على هذا الصوت الحقيقي. طبعا راح اشوفك صوره اخيره اني اريدك تحاشيها هاي الصوره. وتحاسبها وتعاتبها وتقولها ليش يا ربي. اوه بفضل الله المتواضع هذا علي العيساوي. اي خطير يعني لا تمدحها. انا اريدك شنو حاتم انت خطير. ها خطير انت. انا خطير؟ ايه. لا بالعكس. شو اقول له؟ قل له. اقول لك الله الله. شحشي والبي مكفي، شحشي والبي مكفي، خليني بهمي خليني، يا ما حكيت وما حد يسمع، تعبت لسان ويا الناس، لا قلب ارتاح ولا عين. الله 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 الله. ربنا يطول بعمرك. فنان كبير. الله يخليك. القعده وياك ما تنمى. فدوى لعيونك. الوقت قاعد يمر. لأن ظلك خفيف. أوه. وظل الحاضرين المشاهدين. يعني صوتك هذا الحلو اريد نسمع به للصبح. الله يخليك. وما اريد نتعبك. أشكرك حاتم. علي من جيل الرواد منو تأثرت؟ كلهم. لا تقريبا. حسيت نفسك امتداد إليه أنت؟ أنا ما أقول امتداد حاتم، لأن هم كانوا مدارس متنوعة. يعني شلون أنت بالمدرسة وعندك أكثر من مادة، فكل مطرب كان درس. الله كلهم أساتذة يعني. ما أقدر أقول لك تأثرت. قد يكون طبعا حقيقة يمكن أنت تعرف هذا الشيء. أنا بسمع كل شيء أسمع. عندي إذن بسمع بها، بس أسمع اللي أريده صح. بحفلاتك يطلبون منك أغاني تراثية كثيرة؟ إيه جدا. وحتى لما يطلبون أحيانا أنا مجبر أنا أغني أغاني تراثية، لأن أنا هويتي عراقية. شنو الأغنية الأكثر المحببة لك أنت حتى إذا ما طلبوها منك أنت تغنيها؟ أغني لجل عينك يا غيدة، سايب يا قلبي سايب، من أسلطن على الموال مالتها. لجل عينك يا غيدة أريد أسكن البيت وأطول درب ورمال وجيت بعين همالة. نسمعها على المسرح. أوكي. هي لسعد البياتي؟ إيه الله يرحمه. أغنية لجل عينك يا غيدة للراحل سعد البياتي بصوت علي محمود العيساوي.
يا ولي أريد أقوم 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 أريد أقوم ما بالحيل قوة 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 أريد أقوم ما بالحيل قوة قوة وعلى اشتابي أشيل الهدم قوة لفاتشن يا لحان الشير لفاتشن لفاتشن يا لحان الشيب قوة 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 وبعد بقلوبنا طرز الهوى 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 لجل عينك يا غادة أريد أسكن البيدة لجل عينك يا غادة أريد أسكن البيدة وأطوي درب ورماله وأجيب شبعين هماله لأطوي درب ورماله وأجيب شبعين هماله لأطوي درب ورماله وأجيب شبعين هماله ولا عوفك وحيدة لجل عينك يا غيدة لجل عينك يا غيدة أريد أسكن البيدة لجل عينك يا غيدة أريد أسكن البيدة لطويل درب ورماله أجيب شبعين هماله لطويل درب ورماله وأجيب شبعين هماله لطويل درب ورماله وأجيب شبعين هماله ولا عوفش وحيدة لجل عينك يا غيدة يردون ابتعد وانسى المودة حقهم ما دروا طايح بشدة يردون ابتعد وانسى المودة حقهم ما دروا طايح بشدة عزيزة والقلب شمغادة عنده عزيزة والقلب شمغادة عنده لبيت جرد ضيفه وجرح اصرب نظيف لبيت جرد نظيفه وجرح اصرب نظيفه ولو هادي بعيده لجل عينك يا غيده لجل عينك يا غيدة أريد أسكن البيدة لجل عينك يا غيدة أريد أسكن البيدة آب ما لمتني علي ضاقت الدنيا ما لمتني علي ضاقت الدنيا ما لمتني يا غدا من يمر رسمك علي يخف عقلي تميلي القاع بيا يقوم من يمر رسمك علي يخف عقلي تميلي القاع بيا واقول اخذات عذال من ايديا واقول اخذات عذال من ايديا وحق الله عظيم
لجل عينك يا غيدة. الله عليك الله عليك حبيبي استاذ حاتم. يا اخي هذا الوقت كأنه لحظات، والله الله مر يخليك. بسرعة. الله يخليك، اشكرك، والله ما اريد الحلقة تخلص. لان ظلك خفيف وظل المشاهدين والفرقه ما شاء الله جمهورك المبدعين. اليوم الله يخليك. وسعادتنا بجيتك، وانا حبيبي. اشكر جيتك حبيبي حبيبي، رغم الله المتاعب ورغم الصعوبات اللي أشكرك. ورغم مشاغلك. بالعكس. كلمة أخيرة لجمهورك تحكيها. هو يقال خير الكلام ما قل ودل، ما اريد اقول لجمهوري قليل، بس ادعي من ربي ان يطول بعمري حتى اظل إن اعطيهم شاء الله يا رب. ثقتهم إن شاء بي الله. تعلى، واظل اعطيهم ان شاء الله. إن شاء الله يا رب. وشكري لك تدول قلبك حبيبي. حتوم، وشكري للجمهور، وشكري للفرقه المبدعين، الموسيقية بقيادة ولا بيت كادر السعدون. البرنامج، ولا كل الحاضرين، واتمنى ان دائما نلتقيكم على خير ان شاء شاء الله يا الله. رب، إن شاء حبيبي الله يا رب. حبيبي الله. شكرا علي. حبيبي شكراً حتوم. لحضورك. حبيبي لا حياك. نشكر جمهورنا ونشكر مشاهدينا، وإن شاء الله يا رب نلتقيكم بحلقة قادمة في برنامج سهراية.